مش لازم كل الاكل اللي يفتح النفس يكون فيه لحمه او فراخ. النهارده هنعمل وصفه اقتصاديه من الدرجه الاولى، شهيه ولذيذه وتفتح النفس جدا، ولو بتحبوا البتنجان هتعجبكم قوي ومش هتشبعوا منها. اول حاجه دي كميه الخضار اللي انا هشتغل بيها، مش هضيف اي حاجه تاني غير شويه بهارات. جبت البتنجانه وغسلتها كويس ونشفتها، وهبدا ان انا اقطعها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. واللهم بارك، طلعت البتنجانه ما شاء الله كلها ملحمه، ما فيهاش اي بذر خالص، مع اني بنقيه بس اول مره بصراحه تنجح معايا بتنجانه بالشكل ده. هبدا ان انا اقطعه مكعبات، لو عايزه تشيلي القشر بتاعه براحتك، بس انا بصراحه سايبه القشر لان بحس ان هو بيمسك كده قطع البتنجان، بيعمل لها شخصيه كده شويه. تمام، لو عايزه تقشريه براحتك، لكن القشر مش مضر يعني في حاجه. اهم حاجه انك غسلاها كويس ومنشفاها. في طاسه على النار، بعد ما قطعت البتنجان مكعبات متوسطه بالشكل ده، مش صغيره قوي عشان ما تتهريش ومش كبيره. هبدا ان انا انزله في شويه زيت مش كتير، وهحمره، هديله كل شويه هديله تقليبه. وفي المرحله دي انا شغاله في الخضار المتبقي معايا، اللي هي الطماطم بشرتها بالمبشره علشان انا مش عايزه القشر فيها عشان ما يبقاش باين في الوصفه. وفي نفس الوقت برضو وانا بحمر البتنجان بشرت البصلايه، وقطعت الفلفل الرومي والفلفل الحامي برضو مكعبات صغيره. وهقول لكم دلوقتي على كل مرحله هنعملها مع بعض. بعد ما البتنجان بيتحمر، وكل شويه بقلبه عشان يتحمر من كل الجهات. لو عايزه تزودي زيت براحتك، بس انا بصراحه هو بيتحمر وبيبقى حلو قوي في كميه الزيت القليله دي، عشان كمان الاكله تبقى خفيفه ما تبقاش تقيله على المعده. هاخده بقى البتنجان وهشيله في طبق بعد ما اتحمر بالشكل ده. وعلى قد ما تقدري ما تقلبيش فيه كتير، علشان انا عايزاه يفضل زي ما هو لاخر الوصفه، مربعات كده ومكعبات، ما يتهريش ويبقى مش باين. نزلت في نفس الطاسه، ما زودتش اي ماده دهنيه خالص، بالبصلايه المبشوره، وطبعا عشان هي مبشوره فهتدبل بسرعه. مش هسيبها لغايه ما تاخد لون، اول بس ما تدبل كده وتنزل الميه بتاعتها. نزلت بالطماطم بعد ما بشرتها، وقلت لحضراتكم ان انا برضو مش عايزه القشر فيها عشان ما يبقاش باين في الوصفه. وهنزل كمان بمعلقه صغيره من الصلصه او معجون الطماطم، وطبعا هشوحها علشان طعم المواد الحافظه اللي في الصلصه ما يبقاش باين في الوصفه، وبتديني لون حلو قوي. وهضيف كمان ربع كوبايه من الميه طبعا عشان حاطين صلصه. هبدا ان انا اقلب الخليط ده مع بعضه لحد ما تحس كده ان هو اتسبك. هنزل بقى بالفلفل الرومي والفلفل الحامي. والوصفه ديت ما تحلاش من غير قرن فلفل حامي عشان تبقى حرشه كده وطعمها حلو وتفتح النفس. هسيبه شويه يغلي مع بعضه لحد ما تحس ان الفلفل كده بدا يستوي، مش يتهري يعني، يبدا ان هو يدبل شويه صغيرين. هتتبلي بقى بالبهارات اللي نفسك فيها واللي بتحبيها. انا عن نفسي حطيت ملح فلفل كمون كزبره بابريكا، ما حطيتش شطه لان انا حاطه فلفل حامي عشان ما تبقاش حاميه قوي على اللي ياكلها. كده خلاص خلصنا كل التوابل. لو عايزه تضيفي حاجه تانية براحتك، لو عايزه تضيفي 7 بهارات براحتك برضو. قلبهم بقى مع بعض تقليبه حلوه كده، وشوحهم تشويحه حلوه، وياخدوا غليان. ريحه البهارات طلعت خلاص كده، انزل بقى بالبتنجان بتاعي اللي انا قليته. وبرده مش هقلبه كتير زي ما اتفقنا علشان يبقى باين كده في الوصفه، ويبقى مربعات كده سليمه، ما يبقاش مهري ومفتفت. وكمان ده بيرجع طبعا للبتنجان اللي هتقطعيها. انا عملت كميه صغيره، لو حابين ان انتوا تعملوا كميه اكبر طبعا هتضاعفوا في كل الخضار اللي استخدمناه. وعايزه اقول لكم كمان، لما بتبرد وتحطيها في علبه وتغطيها في التلاجة وتطلعي منها كل ما تحتاجي، طعمها بيبقى احلى. المسقعه المصري مفيش احلى من جمالها وطعامتها. وطبعا لازم احط بقى ايه، القرن الفلفل الحامي اللي ما يحلاش الاكل اللي بيه. طبعا بقى شويه عيش بلدي مع طبق بطاطس محمره، واحلى غدوه في الصيف. مش هتوقفك في المطبخ كتير وطعمها حلو. يا سلام بقى لو بتحبوا البتنجان هتعملوها كل يوم. بجد يا جماعه لازم تجربوها، طعمها حلو قوي، وانا دايما بعملها بالطريقه دي. وبصراحه بتطلع احلى كمان من اللي بنجيبها من المطعم. جربوها وبألف هنا وشفاء. لو عجبك الفيديو شاركيه مع حبايبك، وما تنسيش اللايك، واشوفك ان شاء الله في فيديوهات تانية. بحفظ الله ورعايته.